الفيلم بيبدأ بالمحقق ويليام اللي له خبرة كبيرة في الجرائم، وبيروح لمسرح الجريمة وبيجي المحقق مايلز اللي بيتنقل جديد للمدينة وبيتعرف على ويليام وبيسأل عن السبب اللي خلاه يجي المدينة، وبيقول له إن الجرائم اللي في المدينة صعبة وكتيرة. فبيقول له مايلز إنه خبرة 5 سنين في حل الجرائم، وبيطلب منه إنه يتعاونوا مع بعض. وبيرجع كل واحد لبيته، وبنشوف ويليام عايش لوحده ومايلز عايش مع زوجته تريسي. وبالليل بتيجي مكالمة بوجود جريمة قتل تانية، وبيروح المحققين لمسرح الجريمة وبيلاقوا الضحية ووشه في طبق المكرونة، وبيقولوا انه من كتر الاكل حصل له انفجار في الشريان ومات، وانها مش جريمة قتل. فبيشاور له بالكشاف على رجل الضحية وبيلاقيهم مربوطين عدد كبير من صلصة المكرونة. فبيقول له انهم يروحوا ياخدوا اقوال الجيران ويستدعي الطب الشرعي. وفي العربية بيسأل لو هو قرا الملف بتاعه وعرف القضايا اللي حلها بقاله 5 سنين. فبيقول له انه ما قراش حاجة. فبيقول له انه معاه نفس إشارة المحقق اللي معاه، وبيطلب منه انه ما يقللش من قيمته. وفي المعمل الابتدائي بيقول لهم الطبيب الشرعي ان في حد اجبر الضحية على الاكل لحد ما مات، وبيلاقوا علامة المسدس على راسه وبيعرفوا انه كان تحت التهديد. وفي مركز الشرطة بيقول ويليام للمأمور ان عملية اجبار الضحية على الاكل استمرت اكتر من 12 ساعة، وانها احتمال تكون جرائم تانية كتير. وبيقول له المأمور انهم ملقوش غير جثة واحدة، وان القاتل مجرد شخص مريض كان عايز يشوف ضحيته وهي بتتعذب. فبيقول له انهم لقوا فاتورة للمتجر، وده معناه ان القاتل ساب الضحية وراح يشتري اكل كان بينفذ العملية براحة. وبيطلب ويليام من المأمور انه ياخد قضية الضحية، وده لانها هتكون صعبة على مايلز ومش هيقدر يحلها لوحده. فبتعصب، لكن المأمور بيقول له انه هيديله قضية تانية. تاني يوم بتحصل جريمة قتل جديدة، وبيكون الضحية فيها محامي مشهور جدا في المدينة. بيروح مايلز لمسرح الجريمة، هناك بيلاقي مكتوب بالدم كلمة الطمع، وبيلاقي صورة مرات المحامي وهي على عينها دم. وفي مركز الشرطة بيروح المأمور لويليام بيقول له على قضية المحامي وإن مايلز هو اللي متولي القضية، لكن ما بيهتمش بكلامه. فبيكمل المأمور وبيقول له إنهم لقوا كلمة الطمع مكتوبة على الأرض بدم القتيل. وبيفهم ويليامز اللغز، وبيسيب له المأمور قطعة بلاستيك اللي لقوها في بطن الضحية، وبيقول له إنها دخلت له عن طريق الفم. وبيمشي وبياخد ويليام القطع البلاستيك وبيرجع تاني لمكان الجريمة، وبيدخل شقة الضحية وبيبص على التلاجة وبيلاقي قطعة البلاستيك اللي معاه مطابقة للقطعة اللي في التلاجة. فبيزق التلاجة وبيلاقي مكتوب على ظهرها كلمة الشرف. فبيروح للمأمور وبيقول له إن الكلمة دي معناها إنه لسه في جرائم قتل جديدة هتحصل، وإن القاتل بيقتل الشخص اللي بيرتكب أي خطيئة من ال7 خطايا، وإن أول خطيئة هي الشراهة، والخطيئة التانية هي خطيئة المحامي واللي كانت سمعته وحشة. خطيئته هي الطمع، وده معناه إن لسه فاضل 5 خطايا اللي هم الكسل والغضب والكبرياء والرغبة والحسد. لكن بيقول للمأمور إنه مش هيشتغل في القضية دي لأنه خلاص هيتقاعد، وإنه ممكن مايلز يشتغل فيها بداله. وبيفضل طول الليل سهران على القضايا، وبيروح للمكتبة وهناك بياخد كتب بتتكلم عن الخطايا ال7، وبيسيبهم على مكتب مايلز. بيكتب له رسالة وبيقول له فيها إن الكتب دي هتساعده في القضية. وفي تاني يوم بيروح مايلز في مكتبه الجديد واللي بيكون مكتب ويليام. فبيقعد ويليام على مكتبه جنبه، وفجأة بتتصل تريسي وبتقوله إنها عايزة تكلم ويليام. فبيستغرب مايلز جدا لكنه بيدي التليفون، فبتعزمه على العشاء مصممة، فما بيقدرش يرفض. فبيسأله مايلز فبيقوله إن مراته عزمته على العشاء في بيتهم وإنه وافق. وبالليل بيوصل وبيلاقي ست لطيفة على عكس مايلز، وبتقول إنها بتسمع عنه كتير. وبيقعدوا مع بعض على السفرة وتحكي له إن هي ومايلز بيحبوا بعض، وإنها أول مرة شافته عرفت إنه هيكون جوزها. فبتسأله تريسي هو ليه ما اتجوزش، فبيقول لها إنه كان هيتجوز مرة لكنه فشل وإن مفيش حد بيستحمله. وبيقول لها إن المدينة دي بتسبب تبلد في المشاعر. وفجأة بتهز البيت هزة قوية جدا وبتخض ويليام، لكنهم بيقولوا له إنه بس صوت المترو. ومايلز بيشتم في سمسار الشقة اللي ضحك عليه وكان بيخليهم يشوفوا الشقة لمدة 5 دقايق بس، وما كانوش بيسمعوا أي صوت. فبيضحكوا كلهم سوا وبيقضوا وقت لطيف. وبالليل بيتناقش في قضية المحامي، وبيتوصلوا إن القاتل دخل المبنى قبل ما يتقفل وقبل الحراسة ما تبقى مشددة، وتوقعوا إنه دخل في يوم الجمعة واستنى لحد ما طاقم التنظيف خرج، وساعتها فضل مستخبي لحد ما المبنى اتقفل. وبما إنهم لقوا الجثة يوم التلات والمكتب كان مقفول قبلها، فده معناه إن القاتل فضل موجود مع الضحية لحد يوم الاثنين بيعمل فيه اللي هو عايزه. وبيشوف الصورة للمحامي
المحامي هو جسمه كله مربوط ما عدا دراعه اليمين، واللي بيكون ماسك فيها سكينة، وبيشوف الصورة التانية اللي ميزان عليه كيلو لحمة، وبيكون جنبها رسالة من القاتل مكتوب فيها كيلو واحد من اللحم، ورسالة تانية بتقول مهمته تخلص هيكون حر. فبيقول مايلز انهم لقوا الكرسي اللي كان المحامي مربوط عليه مليان عرق، فبيقول له ان ده معناه ان القاتل فضل سايبه فترة طويلة لحد ما يقرر يقطع اي جزء من جسمه. وبيقول لمايلز يتخيل انه قاعد على كرسي وفي شخص بيهدده بالقتل لو ما قطعش جزء من جسمه، يا ترى هيختار اي جزء. فبيشاور له مايلز على صورة المحامي وبيقول له ان الجزء اللي اختاره هو لحم من جنب بطنه، وبيتوصل ان مصدر الهام القاتل هي من الكتب اللي بتتكلم عن الخطايا السبعة، وان اللي بيعمله في الضحايا حاجة اسمها التوبة الإجبارية، واللي معناها ان الشخص الندمان على خطيئته لكن مش بسبب حبه للإله، لكن بسبب انه تحت التهديد. وده اللي بيعمله القاتل في كل ضحاياه، وبتوصله ان في جريمتين القتل ما بيكونش فيه اي بصمات او شهود. فبيستغرب مايلز ان محدش بيشوف القاتل وهو بيخرج او بيدخل. فبيقول له ان في المدن الكبيرة كل واحد في حاله، لدرجة انهم بيعلموا الستات انها لما تتعرض لمحاولة اغتصاب او تعدي تصرخ وتقول حريق، وساعتها الناس هتطلع تجري عليها عشان الناس هتتضر من الحريق فلازم يطفوه. لكن لو صرخت وهي بتطلب مجرد مساعدة محدش هينجدها. وبيفتكروا صورة مرات المحامي واللي فيه دم حوالين عينيها، فبيخمنوا ان القاتل بيلمح لحاجة مرات المحامي بس هي اللي هتقدر تشوفها، ويقرروا انهم يروحوا لها. وهناك بيوريها مايلز صورة المكتب اللي المحامي اتقتل فيه، فبتنهار مرات المحامي وما بتكونش قادرة تشوف اي حاجة مختلفة، وما يقدرش مايلز يضغط عليها. وفجأة بتقول ان اللوحة اللي موجودة في المكتب مقلوبة. فبيروحوا لمسرح الجريمة وبيفتحوا ظهر اللوحة لكنهم ما بيلاقوش حاجة. فبتعصب مايلز وبيحس ان القاتل بيلعب بيهم، لكن ويليام بيكون هادي جدا وبيطلع المكتب وبيمسح المكان اللي كان على اللوحة، وبيلاقي كلمة مساعدة مكتوبة على الحيطة وببصمات صوابع. فبيطلبوا البحث الجنائي عشان يرفعوا البصمة ويبقوا يتأكدوا انها مش بصمات الضحية، وبيخمنوا انها بصمات القاتل نفسه. بتبقى عملية التعرف على البصمة ممكن تاخد 3 أيام. وبيكون ويليام ومايلز قضوا الليلة في مركز الشرطة، وفي تاني يوم بيصحيهم المأمور وبيقول لهم انهم توصلوا لصاحب البصمة واللي بيكون اسمه فيكتور، وانه عنده تاريخ مع جرائم السرقة والاغتصاب والمرض العقلي، وبيقدروا يوصلوا لمكان شقته. فبتقتحم القوات الخاصة الشقة وبيلاقوا ان في شخص نايم على السرير ومتغطى بالبطانية. فبيشيلوا البطانية وبيلاقوا جثة مشوهة وفي اثر حقن في كل مكان، وبيلاقوا انه كف ايده اليمين مقطوع. بيكون الشخص ده مربوط في السرير، وبيكتشفوا وجود صور له من سنة، وده معناه ان بقاله سنة مربوط في السرير. وبيلاقوا على الحيطة كلمة الكسل واللي هي الخطيئة التالتة. فجأة بيتنفس الشخص قدامهم وبيتخضوا جدا بسبب انهم توقعوا موته، وده لان جسمه تحول لهيكل عظمي وملامحه ما بقتش موجودة. وبيطلبوا الاسعاف بسرعة، وبيخرج مايلز وويليام مصدومين. مايلز منهار عصبيا. فجأة بيجي صحفي وبيصوره، فبيتعصب مايلز عليه وبيرمي الكاميرا في وشه في المستشفى. بقى بيقول لهم الدكتور ان في حد كان بيدي الضحية حقن مضاد حيوي عشان يمنع اصابته بقرحة الفراش، وانه كان بياخد حقن مخدرة في كل مكان في جسمه، وان الشخص ده تعذب اكتر من اي شخص هو شافه في حياته وملوش اي فرصة انه يعيش. وده لانه لو شاف اصلا النور هيتعرض لصدمة وهيموت. وبيرجع كل واحد لبيته بعد يوم طويل، وبتيجي لويليام مكالمة من تريسي واللي بتطلب منه انه يقابلها. بتقعد مع ويليام وبتصرحه انها ما بتحبش المدينة دي وانها محتاجة تتكلم مع حد عاش فيها الوقت طويل، وبتصرحه انها حامل لكنها خايفة تكون عبء على مايلز. فبيقول لها انها بتتكلم مع الشخص الغلط لانه كان في علاقة عاطفية من فترة طويلة، وساعتها حبيبته قالت له انها حامل، وساعتها طلب منها انها تجهضه. ومع مرور الوقت ندم، وبيقول لها لو قررت تجهضه ما تقولش لمايلز، لكن لو هتحتفظ بيه تقول له انها حامل. وبتشكره على نصيحته. وبيسأل ويليامز لو معاه فلوس، فبيقول له مايلز ان معاه $50. وبيروحوا المطعم في وسط المدينة، وهناك بيقابلوا شخص غريب بيديه فلوس من تحت الطاولة وبيسيبه وبيمشي. وما بيكونش مايلز فاهم حاجة. بعدها بيروح المباحث الفيدرالية وهناك بيشرح خطته، وبيقول له انه في انواع كتب معينة بتكون مختومة من المباحث الفيدرالية، وانها كتب خطيرة زي كتب الاسلحة النووية، واي شخص بياخد الكتب دي بتاخد المباحث اسمه عندها في ملف سري عشان لو حصل اي جريمة متعلقة بمواضيع الكتب ساعتها يقدروا يرجعوا للقراء بتوعها بسهولة. وبيقول له ان اي شخص بيستعير اي كتاب من المكتبة لازم يكون معاه بطاقة هوية وفاتورة تليفون لمكانه الحالي، وهي دي المعلومات اللي صديقه اللي بيشتغلوا في المباحث هيجيبها له. وبيجي صديقه وبيدي ظرف بيكون مليان اسامي للناس
لاستعارة كتب المتعلقة بالخطايا السبعة، ويلاقوا في آخر فترة شخص اسمه جون توي استعار كتاب بيتكلم عن الخطايا السبعة، وبيعرفوا عنوانه من فاتورة التليفون، وفعلا بيقدروا يروحوا لشقته ويشوفوا جون داخل عليهم. لكن جون بيضرب عليهم النار وبيجري، فبيجري وراه مايلز وبيضرب جون في رجله، وبيتصاب مايلز في دراعه، وبيستخبى القاتل فوق عربية نقل وما بيشوفوش مايلز، وبيبقى ماشي جنب عربية النقل وبيتفاجئ بالقاتل بيضربه على عينه، وبيقع مايلز وبيفقد الرؤية وما بيشوفش ملامح القاتل، وبيكون القاتل ماسك المسدس على راس مايلز بيتردد في قتله وبيسيبه وبيمشي. وبيجي ويليام بيساعده، وبيتعصب مايلز وعايز يقتحم شقة جون، لكن ويليام بيمنعه لأنه لازم تصريح، وبيقول له إن جون نفسه ممكن يرفع عليهم قضية. فبيمثل مايلز إنه نسي الموضوع. بعدين بيكسر الباب، فبيسأله لو لسه معاه فلوس، وبيقرر يدفع لواحدة من المشردين عشان تشهد إنها بتشوف القاتل كتير وهو بيخرج من شقته في نفس الوقت اللي بيتم الإعلان فيه عن الضحايا. وبكده بيقدر مايلز وويليام يفتشوا شقة جون لأنه مشتبه فيه، وبيدخلوا الشقة وبيلاقوا أوضة فيها صور لكل ضحية، وبيلاقوا كتاب مليان ملاحظات خطيئة من الخطايا. وبيدخل مايلز أوضة تانية، وفجأة بيلاقي الصورة اللي الصحفي صورها له وهو في شقة فيكتور، وبيعرف إن القاتل هو نفس الصحفي اللي صوره، ومعنى كده إن القاتل كان قدامه مرتين ومعرفش يمسكه. وبيوصف شكل القاتل للرسامة الجنائية وبيطبع صورته وبينشروها، وبيعرف مايلز إن مفيش أي بصمة لجون في الشقة تماما، وبيلاقي مكتبة كاملة مليانة كتب كتبها جون بنفسه، وبيقول إنهم لو جابوا 50 شخص يقروا الكتب دي كل يوم لمدة 24 ساعة مش هيخلصوها في شهرين. وفجأة بيرن التليفون الأرضي، وبيكون جون هو المتصل، وبيقول لمايلز إنه أعجب بذكائه، بس بعد اللي عمله هيضطر إنه يغير خطته ويأذي واحد فيهم. وفي مركز الشرطة بيكتشفوا جريمة قتل الفتاة ليل في بيت دعارة، وبيقضوا على صاحب بيت الدعارة والشخص اللي كان مع البنت في الأوضة، واللي بيعترف إنه قتلها بنفسه تحت تهديد جون، وبتكون دي خطيئة الرغبة. وبعدها بتحصل جريمة قتل تانية، وبتكون عارضة أزياء شوه وشها تماما، وبيكون لازق في ايديها حبوب منومة في ايد وتليفون في الايد التانية، وبديها الاختيار بين انها تتصل بحد ينقذها او انها تنتحر بالحبوب المنومة. وبسبب كبريائها بتختار انها تنتحر قصاد ان محدش يشوف وشها مشوه، ودي خطيئة الكبرياء. وبالليل بيقعد مع مايلز في مطعم، وبيقول له انهم لما يقبضوا على جون فهو مش شيطان، هو راجل عادي زي اي حد. وبيقول لمايلز ان المدينة مش هتعتبره بطل لان هما بيفكروا في الاكل والمتعة، ومش محتاج يقول له الكلام ده لانه عارف كويس. وبيسأله عن السبب اللي مخليه واصل لمرحلة اليأس اللي هو فيها، فبيقول له انه ما بقاش قادر يعيش في مدينة بتزرع في كل فرد فيها اللامبالاة، وان كل شخص عايش في الحياة دي ممكن يضيع حياته في المخدرات اسهل من انه يتحمل الحياة، وان الناس هنا تشتغل وبتدور على ازاي تاكل وما بتفكرش في اي حاجة تانية. فبيقول له مايلز انه مش متفق معاه، ولو كلامه صحيح نعيش لوحدنا في كوخ وننعزل عن العالم، وانه لو الناس مش مهتمة بالحب والعمل فاحنا مش لازم نهتم بالناس، وان اللي بيتكلم عليهم هم بس المجانين والمرضى العقليين. وما بيقدرش ويليام يرد على كلامه، وبيروح البيت وهو بيفكر في كل كلمة مايلز قالها. وفي تاني يوم بيوصلوا لمركز الشرطة، وبيلاقوا شخص نازل من تاكسي وبينادي عليهم، وبيطلع هو جون بيسلم نفسه للشرطة، وبيبقى قميصه كله دم وملفوف حوالين صوابعه شاش، وده بيفسر عدم وجود أي بصمات في بيته وفي أي مسرح من مسارح الجريمة اللي ارتكب فيها جرايمه. وبيتصدم مايلز وويليام إن جون قرر يسلم نفسه قبل ما ينفذ آخر جريمتين، وبيطلب منهم جون يكلم المحامي بتاعه، ويخرج المحامي وبيقول لهم إن جون هيوريهم آخر جثتين، وبيطلب إن مايلز وويليام لازم يروحوا بنفسهم معاه، وبيقول لهم إنهم لو رفضوا هيقدر يخرجوا من السجن بتهمة إنه مريض عقلي، لكن لو وافقوا هيمضي على اعتراف بارتكاب لكل الجرائم. وبيوافق مايلز وويليام إنهم يروحوا معاه، وبيوصلوا لطريق صحراء، وبتيجي عربية من بعيد وبتستعد للقوات الخاصة لأي هجوم، وبتيجي عربية تابعة لشركة شحن وموصلة صندوق باسم مايلز. بيفتح ويليام الصندوق، بيبقى مايلز واقف بعيد مع جون، فبيقول له لما قال له انه معجب بيك يعني كلام بجد، وبيقول له انه قرر يجرب حياته البسيطة لمرة واحدة، وحاول يعيش دور الزوج مع تريسي لكنه فشل، وساعتها قرر انه يقتلها. ويقول ان راسها موجودة في الصندوق اللي ويليام فتحه، وبينهار مايلز بالصدمة، وما بيكونش مصدق في الوقت اللي بيكون ويليام فتح في الصندوق وشاف راسه بيجري عشان يحاول يلحق قبل ما يقتل جون ويدمر حياته، وبيطلب منه يرمي المسدس، وما بيكونش مايلز مصدق، وبيسأل عن اللي في الصندوق، يفضل يترجاه يسيب المسدس، فبيقول لجون انه
ارتكب بنفسه الخطيئة السادسة وهي الحسد، وإنه مايلز المفروض يقتل وكده يرتكب الخطيئة السابعة والأخيرة وهي الغضب. وبيبقى مايلز منهار ومتردد في قتل جون، فبيقول إنه لو قتله هيكون جون فاز في لعبته. فبيحاول جون يستفز مايلز وبيقول له إنه تريسي كانت بتترجاه عشان يسيبها تعيش هي وابنها اللي لسه في بطنها. وبتصدم مايلز لما يعرف إنها كانت حامل، وبيحس إنه خسر كل حاجة وبيقرر يقتل جون وبيخلص كل طلقات المسدس عليه من كتر الغضب. وبكده بتكون الخطايا السبعة كلها اتنفذت وبتقبض على مايلز بتهمة قتل. وبيقرر ويليام إنه يستمر في شغله كمحقق، وبيقول مقولة لكاتب مشهور بتقول إن الحياة جميلة وتستحق إن إحنا نعيش عشانها. ومايلز متفق مع الجملة التانية بس، وده معناه إن نظرته للعالم اتغيرت. لو عجبك المحتوى ما تنساش اللايك، ولو عايز محتوى تاني ما تنساش تشترك في القناة، قناة مامو أفلام.